فنانة سورية كبيرة حققت شهرة كبيرة في مصر من خلال عملها مع كبار النجوم. آرائها ومواقفها دايما بتثير الجدل، لكن بتفضل مصممة عليها وعمرها ما تراجعت عنها. ورغم الأقاويل اللي ربطت بينها وبين شخصيات كتير، إلا إن راجل واحد بس هو اللي دخل حياتها. تعالوا بينا نتعرف أكتر على الفنانة رغدة. اتولدت رغداء محمود نعناع في مدينة حلب السورية لأب حلبي وأم من اللاذقية، وبدأت حياتها بسوريا ودرست وتخرجت من مرحلة الثانوية العامة، وجت على مصر سنة 1980 عشان تكمل دراستها في الأدب العربي في كلية الآداب جامعة القاهرة. اتجهت لمجال التمثيل واشتغلت بين مصر وسوريا في السينما والتلفزيون والمسرح، وليها مشاركات في الإذاعة، وظهر نجاحها في السينما المصرية بعد مشاركتها في فيلم الطاووس سنة 1982 مع الفنان صلاح ذو الفقار والفنان نور الشريف. كمان حققت نجاح لما شاركت البطولة الفنان دريد لحام والكاتب محمد المغوط في فيلم الحدود سنة 1984 وبعده فيلم التقرير. رغدة ليها اهتمامات أدبية، فهي بتكتب الشعر وأصدرت الكثير من الدواوين منها مواسم العشق ويوميات جارية. اتجوزت رغدة مرة واحدة بس في حياتها من تاجر السجاد عبد الله الكحال، اللي التقت بيه صدفة بأكتر من مرة أثناء انتقالها بين مصر وسوريا. تم الإعلان عن جواز رغدة والكحال في أوائل التسعينيات، وأنجبت منه 3 أبناء وهم محمد وبسينة وتميمة، ولكن الجواز ما استمرش كتير وحصل الانفصال بسبب المشاكل اللي نشبت بينهم. الانفصال تم بشكل هادي من غير أي مشاكل، لكن الأبناء عايشين مع رغدة وبيقابلوا والدهم في أي وقت من غير أي قيود بسبب الود والتفاهم اللي حصل بينهم. من وقت للتاني بتثير رغدة الجدل بسبب آرائها ومواقفها اللي بتبان غريبة أحيانا، ومنها لما فاجئت متابعيها على منصات التواصل ونشرت وصية لبنتها وطالبت فيها بعدم إقامة مراسم عزاء ليها بعد رحيلها. رغدة أعادت مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك من لقاء تلفزيوني مع الإعلامي اللبناني وسام بريدي من خلال برنامج وقف يا زمن اللي قدمه سنة 2007. وكتبت الفنانة رغدة في جزء من وصيتها: حبيبتي بسينة، أوصيكي وأنا بكامل قواي العقلية والصحية والنفسية لا تستقبلي أحدا للعزاء بعد رحيلي، فقط أصدقائك الحقيقيون سيعرفون كيف سيأتون إليك ويشاطرونك العزاء الحقيقي. رغدة صرحت إن سبب كتابتها وصيتها بيعود لفقدان العزاء هبته، وأعلنت عن رفضها استقبال المعزيين في بيتها عشان مش عايزة تتحمل ذنب نميمتهم، وقالت إن العادات القديمة في مواساة أهل المتوفي ومساندتهم ما عادتش موجودة، لكن المعزيين دلوقتي بيروحوا عشان التقاط الصور والظهور في الإعلام. لكن يمكن أكتر حاجة أثارت الجدل لسنين حوالين رغدة هي علاقتها الغامضة بالفنان الراحل أحمد زكي، وطلع كلام بيقول إنهم كانوا متجوزين في السر وإن في علاقة حب قوية بتجمعهم. لكن رغدة خرجت وقالت إن أحمد زكي بالفعل عرض عليها الجواز خلال فترة تعبه، لكن هي رفضت، وقالت إن اللي بيجمعهم علاقة خاصة جدا وكيمياء مشتركة وتفاهم كبير، وده ظهر من خلال وقفتها مع أحمد زكي في فترة مرضه. وكان قبل كده جمعتهم أعمال سينمائية كتيرة زي فيلم الإمبراطور وكابوريا واستاكوزا وأبو الدهب. كمان طلع كلام عن علاقة غرامية كانت بتجمعها بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وخرجت عشان تنفي الكلام ده، وقالت إن عمره ما انفرد بيها خلال زيارتها التضامنية مع بغداد، وقالت إنها متعقدة من الرجالة وما عندهاش استعداد تدخل راجل غريب على أولادها، وإنها تخطط مرحلة التفكير في الجواز.